بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير البنات وأهلا بكم على قناة لك سيدتي لأم الإسلام. حبيباتي كالعادة جيتكم بحاجة حلوة. هنايا البنات عندي كيلو عنب، عملت كيلو فقط. البنات العنب هذا ما فيهش العلف، وشريته رخيص ب5000 الكيلو يبيعوا فيه، ماهوش فاز مليح لاباس عليه ويبيعوا فيه ب5000 الكيلو. ماذا بكم بنات هذه الايامات العنب راهو هبط الثمن تاعو، تشريوه وتخدموا الكونفيتير وتخدموا الزبيب. كيما راكم تشوفوا البنات بعد ما نظفته مليح ونحيته من العنقود، حطيت له كاس سكر فقط خاطر هذا البنات حلو. اللي العنب تاعها حامض تزيد. بالنسبه للسكر حسب الرغبه، رغبة كل وحدة تحب. كاين اللي يحب الحلو، كاين اللي يحب المتوسط، وكاين اللي ما يحبش بزاف. بعد ما خلطته مع السكر نخليه يبات ليلة كاملة في الثلاجة باش يطلق الماء. البنات راني صباح كما راكم تشوفوا البنات ما طلقش الماء بزاف، طلق شوية فقط. حطيته على نار هادئة ونستناه البنات حتى يبدا يغلي، ونزيد نحط له شريحة ليمون. شوفوا حبيباتي كاين حبات لونهم احمر فونسي وكاين اللي فيهم واحد الصفورة، راح يخرج لي كونفيتور ملون. اللي يعملوا البنات الكونفيتور الاحمر يخرج لهم اللون تاعو رائع. نغطيه ونخليه البنات يغلي على نار هادئة. شوفوا البنات كيفاش راهو طلق الماء تاعو. زدت حطيت له شريحه ليمون او عصير حبه ليمون كيما بغيتو. وكيما تقدروا تستغناو على الليمون، سورتو كي يكون العنب تاعكم فيه شويه حموضه تستغناو على الليمون. بعد ما طاب حبيباتي نطفي النار ونخليه حتى يبرد مليح، ومن بعد نعمرو في البلارات ونخبيه في الثلاجه. هذه النتيجة النهائية حبيباتي. كما قلت لكم البنات الحبات اللون تاعهم حمر خرجوا فونسي والاخرين خرجوا شهب. البنات البنه ما نقولكمش عليها وما فيهش علفة وحده ما كانش. هذا هو اللي عجبني فيه العنب هذا، انه ما فيهش العلف. نتمنى فقط يكون عجبكم فيديو اليوم. ما تنسونيش حبيباتي دائما باللايك واللايك الاعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.